ورجعنا تاني عشان نفتح الباب ونكمل حكاية من حكاياتنا، حكاية ورا كل باب. متجوزة وعايشة حياتها زي أي ست، شايفة إن حياتها بسيطة جدا، حياة طبيعية، الروتين اليومي. معاها 3 أطفال من سن 7 سنين ل 12 سنة، مهتمية بيهم ومهتمية ببيتها ومهتمية بجوزها. ده من وجهة نظرها، بيلاقي لقمته ويلاقي هدمته. هو الراجل عايز اللقمة والهدمة بس، هيعوز اكتر من كده؟ ما ربنا رضانا ب3 عيال ومية مية. طيب استقل، عايشة مرتاحة الحمد لله، وجوزك مرتاح الحمد لله. انتش عرفك انه مرتاح؟ مشتكاش مني ولا قال لي حاجة. طيب في ناس ما بتشتكيش وبتكتم جواها، ورد الفعل بيكون غير متوقع بالمرة، وهو ده اللي حصل. عرفت ان جوزها اتجوز عليها واحدة زميلته في الشغل، مطلقة ومعهاش أطفال وما بتخلفش من أصله. فدور على راحته، دور على واحدة تكون متفرغة ليه هو بس اتجوز في السر. واللي عرفتها كان زوجها شاهد على الجواز، وكان متفق مع زميلته اللي اتجوزها ان الجواز هيفضل سر. طبعا لما عرفت كان المفترض يكون لها رد فعل زي اي ست، تواجهه وتقول له انا عرفت انك اتجوزت واتجوزت عليا ليه، وتقلب الدنيا على دماغه وتهد البيت وتخربه وتولع فيها حريقة ما تطفيش. لكن هي حسبتها مع نفسها كويس قوي. طيب ما هو كده كده خلاص اتجوز، بس اتجوز ليه؟ ما استنتش لما حد يقول لها الأسباب، قعدت مع نفسها وعرفت الأسباب. أنا بصحى من النوم وهو بيكون في شغله، يعني لا بصحاله ولا بفطره ولا بشوفه وهو ماشي، بكويله هدومه من بالليل واجهزها له واقول له غيارك اهو، وابقى مجهزه فطار بطريقه ان هو يعني يدوب يحط الشاي. هو الفطار هيكون ايه؟ لقمه جبنه، بضايه مسلوقه، خيارايه جنبها، سندوتش، باتيهايه. كل ده بسيط، يعني مش محتاج ان انا اقوم من النوم. ويرجع من الشغل يلاقيها في المطبخ بتجهز له الغدا، فبتجهز له الغدا وتحط له هو والأولاد يتغدى وينام شوية لوحده، يدخل أوضته لوحده وينام لوحده. ما هي مشغولة مع الأولاد بتذاكر لهم، وبعد الأولاد ما يخلصوا مذاكرتهم أو يروحوا درسهم هي مشغولة بقى ما بين التليفون وما بين التلفزيون وما بين المهم كبيره قوي يقعد يشرب كوباية الشاي تقعدها معاه، بس هي ولا هي معاه. كل ده واجهت بيه نفسها وقالت اهو ما هو مش لاقيني، مش لاقي ست في حياته، يبقى من حقه كان يدور على الست. خلاص مش هو اتجوز، الله يهنيه، بكرة وبعده يفوق لنفسه. طب يفوق ازاي منه لنفسه كده وانتي زي ما انتي؟ اخدت قرارها وهي بتجادل وتقاوح مع نفسها انها تغير من حالها وتبدل نفسها. اصلح من شأنك قبل ما تطلب من الغير انه يصلح شأنه، وهو ده اللي عملته. بدأت تصحاله بدري، يصحى يلاقيها صاحية، حطله الفطار وبتجهز له الشاي وورد جميل قدامه وهو بيفطر، وابتسامة رايقة ولبس شيك، ويا سلام على الدلع. كل يوم يصحى يلاقي المنظر ده، لدرجة انه قال لها في يوم انا ودي ما اروحش الشغل وافضل قاعد معاكي. يرجع من الشغل تكون بتجهز في الغدا، تحط الغدا ويتغدوا، وتدخل تستأذنه انها تذاكر للأولاد وتنجز لهم بسرعة
وترمي موبايلها وتقفل تلفزيونها وتخش جوه معاه، يقعدوا يتكلموا يهزروا يضحكوا، وساعات عايز يخرجوا. الأول كان لما يجي يخرج تقول له رايح فين، جاي منين، هترجع الساعة كام، هتلنا كذا وكذا وكذا وانت جاي، وتشيله حمل تقيل. طبعا هو لازم يخرج، امال هيروح للزوجة التانية ازاي؟ انا خارج، انا هقعد مع اصحابي شوية. اقعد يا حبيبي، بس خد بالك من نفسك، تقل على نفسك وانت خارج عشان البرد، خد بالك وانت سايق العربية، ربنا يسلم طريقك. وبعد ما كانت بتتصل بيه مليون مرة وهو برا، انت فين، جبتلنا الحاجة ولا لأ، طب ما تتأخرش عشان العيال ياخدوها، طيب طيب طيب، ودي أوامر ودي تعليمات. بقت ما تتصلش خالص وتسيبه هو، إن رن عليها يبقى لسه فاكرها، إن ما رنش عليها يبقى مشغول شوية، والغيرة تاكل في قلبها. لكن هي حكمت خلاص عقلها ومشيت بيه، وفضلت على الوضع ده، هو مداري ومخبي وهي عمالة تراضي فيه. ولقيت الحياة مرتاحة، هو مرتاح وهي مرتاحة، لدرجة انها بدأت تنسى ان في زوجة تانية، وبدأ يلبي كل طلباتها منه لنفسه، ما يستناهاش لما تطلب، وعلى طول مبتسم في وشها، ما هي مرضياه، مش متأخرة عنه في حاجة، شياكة ما شافهاش قبل كده، رقة وأنوثة، كل ده كانت مخبياه. ما هي كل ست فينا جواها ملكة جمال مدارية، أنوثة طاغية مهما كانت مقاييس الجمال عندها، لكن بتطلعها بمزاجها وبطريقتها. والراجل الشاطر اللي يقدر يطلع ده، والراجل الخايب اللي يقدر يدفن ده. المهم كملت على نفس الخطة اللي هي ماشية بيها ومصرة عليها، انها تسترد جوزها من اللي خطفته، وترجع ساعات وتقول هي ما خطفتهوش، انا اللي اهملت فيه لحد ما تاه مني، هرجعه ان شاء الله. عدى على كده كتير، 15 سنة وهو متجوز في السر وخايف يقول لها، وهي حسبتها مع نفسها، هيفضل يشتري خاطري طول ما هو خايف، لكن غير كده مش هعمل. والبيت ارتاح وجو راق، وما بقيتش تفكر في انه متجوز واحدة تانية، وخروجه بدأ يقل، وغيابه عن البيت قل بكتير، يعني التانية مش واخدة حقها ولا حتى جزء من حقها، ما يشغلهاش. وجه تعب قوي، وجاله مرض وحش، ورقد رقدة كبيرة كانت حزينة عليه، وكل زمايله من الشغل جم يزوروه، والزوجة التانية في وسطيهم وهي عارفاها، وجم مرة واتنين وتلاتة وشافوه وهو راقد في البيت، لحد ما أمر ربنا نفذ وتوفاه الله. وبعد العزاء حماها جه واخوات جوزها قالوا لها في سر عايزين نقولهولك، لكن مش عارفين نقولهولك ازاي، وأمان عليكي لا تكرهيه ولا تغيري رأيك فيه. بصت لهم والحزن طبعا كسيها والكسرة مليانيها، قالت لهم اللي انتوا عايزين تقولوه انا عارفاه اللي هو ايه. قالت لهم مش انه جوزي متجوز من سنين السنين. ايه ده؟ بقى يبصوا لبعض. عرفتي امتى؟ هو قالك قبل ما يموت؟ انا عارفة من تاني يوم جوازه. الله، وسكتي ليه؟ معقولة؟ لا فتحتيه ولا واجهتيه ولا خدت موقف؟ قالت لهم لا، ده انا خدت موقف كبير جدا، رجعت جوزي لحضني، رجعته لبيته، رجعته لولاده. اصل انا لو كنت قلت له ان عرفت كان العين ده هيركب دماغه وخلاص بقى، طالما عرفت هيقسم الاسبوع يوم عندي ويوم عندها، ويقسم الفلوس شوية ليا وشوية ليها، ويقسم الدلع حبة هنا
وحب هنا. لكن طول ما هو عارف ان انا مش عارفة، مش هيقدر يديها اليوم ده، ولا هيقدر يأثر معانا في مصاريف، ولا هيقدر يحرمني من كل الدلع. يا انتي بالذكاء ده كله، ولله الحمد. طيب سامحتيه؟ سامحته، من اول اسبوع اتجوز فيه وانا سامحته. جوزي ما بعدش عني، انا اللي توهته من ايدي، بس لحقت نفسي واسترديته تاني. كونه بقى طول في الجوازة السنين دي كلها، يمكن كان مستحرم انه يطلقها، يمكن ما عملتلوش حاجة تضايقه، وبرضه ما قدرتش تاخده مني ولا من ولاده. هي يمكن استضافته عندها في الاول، استضافة لقلبها ولحضنها، لكن سرعان ما رجع ليا والحضن ولاده. انا مش عايزة حاجة، انا مش عايزة حاجة غير اني ادعيله بالرحمة ومسامحاه. وبعدين يكفي انها لما جت تزوره مع زمايله ما قدرتش تقرب منه ولا تطبطب عليه ولا حتى تمسك ايديه، وانا كنت شايلاه على دماغي من فوق وقاعدة جنبه وحضناه وماسكة ايده قدام الدنيا كلها. انا اللي كنت في العلن وهي في السر، انا النور وهي الضلمة. عرفت وانا ما قلتلوش ليه ان انا عرفت. القصة دي تقول ان الست فعلا ذكية جدا. يبقى الحكمة اللي قالت ان كيدهن عظيم برضو كان المقصود بيها ذكاء الأنثى. طيب قصة تانية صغننة كده تتكلم بقى عن دهاء الأنثى. عاشت مع سنين وهو بخيل وما بيصرفش ومجننها وعلى قلبه قد كده. طال الزمن بيهم ومش عايز يتغير، لحد ما هو كمان تعب. ما هي الستات بتقصف عمر الرجالة كتير كده. تعب ورقت وقال لها وصيتي ليكي وهشهد عليها أختك. وجاب أختها وقال لها وصيتي ليكي، كل الفلوس اللي عملتها هتاخدي نصها وتدفني معايا نصها. ليه يا عمنا؟ أنا عايز كده، هي دي وصيتي، أنا عايز ده. يعني بعد العمر ده كله مصر تحرمنا من كل خيرك؟ برضو الوصية أمانة وأنا أمنتك. احلفي وعديني إنك هتحطي نص فلوسي معايا في التابوت، في الدفنة، في القبر. أقسمت له، وأختها أقسمت إنها شهد عليه. وكان حاسس بنفسه إنه هو خلاص بيخلص، وفعلا توفاه الله. وعند الدفنة وقفت أختها مستنية مراته تنفذ الوصية. لقيتها جاية في ايديها علبة صغيرة، وفتحت العلبة وحطت فيها ورقة وقالت لهم استنوا، وحطتها معاه في الكفن. ايه ده؟ ايه العلبة دي وايه الورقة دي؟ علبة قد علبة الكبريت كده. ومحدش علق، بس اختها استنت بعد الدفنة وقالت لها انتي ليه ما نفذتيش الوصية؟ قالت لها انا نفذت الوصية. قالت لها ازاي؟ هو وصاكي تحطي نص فلوسه معاه. قالت لها انا عملت كده، انا حطيت الفلوس كلها في البنك باسمي وكتبت له شيك بنص المبلغ وحطيته معاه. يبقى انا نفذت الوصية ولا ما نفذتش الوصية؟ الاولى كانت ذكاء ودي دهاء، ورسالة موجهة للرجالة، خد بالك ان كيدهن عظيم. التالتة بقى حاجة بسيطة كده، يا نقول زي فكاهة او نكتة. بيسأل المرأة بيقول لها انتوا ليه بتتميزوا بالجمال لكن ناقصات عقل؟ قال له احنا ربنا خلقنا كده. قال لها ربنا خلق الأنثى جميلة لكن ناقص عقل. قالت له خلقها جميلة عشان الرجالة تحبها، وخلقها ناقص عقل عشان هي تحب الرجالة. ودي كانت 3 حكايات من حكاياتنا اللي خرجناهم من ورا الباب من حكاياتنا، حكاية
ورا كل باب وإن كيدهن عظيم. إذا عجبتك قصتنا اشترك في قناتنا وفعل زر الجرس توصلك حكايتنا.